اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد الشريف، والنهارده هقول لكم على جوله سريعه كده من ترشيح كذا حد في البطاش. اول مكان جربته هو فطير وبيتزا الباشا ابو طه، وده موجود في وش حي العجمي العام على طول. عنده حاجات كتير، فطير حادق وحلو باحجام مختلفه، وكمان بيتزا ومكرونات وفطير صواريخ على شكل رو. قلنا نجرب حاجه كده نشوف الكواليتي عنده عامله ازاي. جبت من عنده فطيره بسطرمه حجم كبير، وده مش اكبر حجم عنده، في عنده حجم عائلي كمان. دي جت معاها 4 كاتشب و2 علبه صوص باربيكيو وكفر. حجمها كان حلو جدا ومتقطعه كده بشكل حلو قوي تفتح النفس. قطعت بقى حته كده من النص تشوف الكلام على ايه من جوه. حجم طبقه الفطير حلوه كده وصغيره مش كبيره وتلكم، والحشو يعتبر جوه معقول كمان. طعمها كان حلو جدا، وكواليتي البسطرمه كمان حلو قوي، وكميه وطعم الجبنه كمان كانت كويسه جدا. كده شوف تاني قطعه بقى لقيت فيها الحشو معقول برضه. قعدت ادور بقى على حته كده يكون فيها الحشو مش موجود، بس كده الفطيره كلها زي بعض. ودي بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي بحترمها في مطاعم البيتزا والفطير، ان يكون الحشو متوزع على كل البيتزايه او الفطيره. جربت كمان صوص الباربيكيو بتاعه كان لذيذ برضه. اجمالي التجربه عنده كانت حلوه، وتديك مؤشر كده انك لو جربت حاجات تاني من عنده هتعجبك برضه. نروح بقى على تاني حاجه، وهي عربيه الشيف محمد. دي مكانها في شارع البطاش نفسه بعد بيانكي كده في وش كنتاكي على طول. العربيه دي بتعمل حاجتين بس، وهما البرجر والحوش. بحب انا برضو جو العربيات ده، وانك تشوف الاكل كده قدامك وهو بيتعمل. بيعمل هو حوشي لحمه في العيش ابو رده مصري يعني، اللي بقى منتشر في اسكندريه كتير قوي الفتره دي، وممكن كمان تعمل له اضافه جبنه. وكذلك البرجر برضو ممكن تزود عليه جبنه او بيض او الاثنين مع بعض لو عايز. اي اضافه واحده من اللي قلت عليها دي ب 5 جنيه عنده، وسعر البرجر 20 جنيه والحوشي 25 جنيه. انا جبت واحد برجر بالجبنه ب 25 جنيه، وواحد حوشي بالجبنه برضو ب 30 جنيه. بدات اول حاجه بالبرجر. شكل البرجر كان حلو قوي، وكمان ميكس الموتزاريلا شيدر ده شكله حلو قوي، مع طبعا الخس والطماطم والفلفل والكاتشب والمايونيز. طعم البرجر كان حلو، بس الحقيقه كميه اللحمه جوه الساندوتش كانت قليله. بيتهيألي عشان تتكيف من الساندوتش ده لازم تجيبه دبل على الاقل. نخش بقى على الحواوشي، وده من كتر الدهون بقى لبست الجرافز اللي هو مديهولي. الطعم كان حلو جدا، كميه اللحمه مع الجبنه كانت كتيره وحلوه، بس الدهون بتاعته مخليها الطعم دسم جدا، وده تقريبا اعتقد ان في نسبه ليا في اللحمه. الحقيقه ان الحواوشي عجبني اكتر من البرجر، والمره الجايه لما اجربه هخليه يخف كميه الدهون شويه وهو بيعمل الحواوشي. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.